هذه القصيدة العظيمة. ماذا يقول سيدنا الحي عبد الله حداد؟ وهو يصف القناعة في معناها الواضح والشامل حتى يثبت القلب ويطمئن. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي كسب لك حاصل لديك، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. ولهذا سمعنا في القصيدة التي أنشدها المنشد هذه القصيدة العظيمة. ماذا يقول سيدنا الحي عبد الله حداد؟ وهو يصف القناعة في معناها الواضح والشامل حتى يثبت القلب ويطمئن. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي كسب لك حاصل لديك، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. لا تهتم، لا تهتم بالرزق، لا تهتم بالهذا. الذي لغيرك لا يصل إليك، أي شيء كتبه الله لغيرك لا يصل إليك، والذي كسب لك حاصل لديك. الله عز وجل قسم لك رزقا، قسم لك مالا، قسم لك أي شيء في هذه الحياة حتما سيصل إليك، شاء من شاء وأبى من أبى. فاشتغل بربك والذي عليك. عليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. Jadi di sini Habib mengajak kita melihat kembali qasidah yang kita dengarkan tadi, iaitu qasidah Imam Haddad berkenaan dengan jangan terlalu banyak memikirkan tentang perkara itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan perkara tersebut tidaklah berlaku kecuali apa yang Allah Taala takdirkan. Di sini ada beberapa bait yang bermaksud apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada orang lain, kau tak akan dapat benda itu. Maksudnya apa yang Allah tetapkan kepada rezeki orang lain itu rezeki dia, bukan rezeki kau. Dan apa yang Allah Ta'ala tetapkan rezeki kepada kamu tak akan pergi kepada orang lain. Yang kamu perlu risau, yang kamu perlu sibukkan adalah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kamu, iaitu tuntutan untuk beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam syair, maka janganlah banyak risau. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu untuk kamu. كثير من الناس في هذا الزمن يعيشون فراغا روحيا. ما معنى فراغا روحيا؟ أي أنه ليس لهم قراءة قرآن، ليس لهم أذكار، لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، لا يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم أصيبوا بحالة التشتت وبحالة الارتباك النفسي والاضطراب العصبي، لأن قلوبهم هذه فارغة من الذكر، فارغة من تلاوة القرآن. فلما فرغ القلب من الذكر وفرغ القلب من تلاوة القرآن أصيب بالتشتت والارتباك. ولهذا إذا أنت أيها المسلم أردت أن تكون ثابتا وقلبك ثابت، فاجعل قلبك يمتلئ بذكر الله، واجعل قلبك يمتلئ بتلاوة القرآن، واجعل قلبك يمتلئ بالصلاة والسلام على رسول الله. حتى وكنت مشغول، ربما قد يقول الواحد أنا مشغول جدا، مشغول في الصباح ومشغول في المساء ومشغول في الظهر ومشغول في العصر، ما عندي وقت أذكر الله سبحانه وتعالى. تدري أنت حتى عندما تسوق السيارة، عندما تخرج من البيت إلى مكان عملك، اذكر الله سبحانه وتعالى. عندما تكون في عملك، في وظيفتك، في غرفة، احمل سبحتك أو اذكر الله عز وجل بلسانك. لا تجعل لسانك هذه ساكت عن ذكر الله، لأن هذا الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى يكون قلبه فارغ روحانيا. عندما يكون القلب فارغا روحانيا يمتلئ بماذا؟ يمتلئ بالهموم والغموم والمشاكل والأحزان، فيحصل له الارتباك ويحصل له الاضطراب ويحصل له التشتت الفكري والذهني. Jadi di sini kita lihat kembali kenapa kadang-kadang kita rasa atau zaman sekarang ini penuh dengan permasalahan dalaman contohnya. Ini kerana roh kita ini disambungkan di sini hampir menyebutkan kekosongan yang ada dalam spiritual kita, dalam kerohanian kita. Lalu apabila kerohanian kita itu menjadi kosong dan tak diisi, dia akan mula rasa sedih, dia akan mula rasa risau.
menyumbang apa dan sebagainya. Lalu kerohanian kita ini perlu diisi, perlu dikuatkan dengan apa? Iaitu pertama dengan zikrillah. Itu makanannya roh kita. Jadi selalulah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran. Ini semua akan menguatkan, mengisi roh kita agar ia diisi dan ia menjadi kuat dan ia menjadi tetap. Itu yang tadi bagaimana menjadikan kita mempunyai hati yang cekal, hati yang kuat. Kemudian sini disebutkan bahawa kadang-kadang kita sibuk. Bila nak berzikir, bila nak baca Al-Quran, kita sibuk. Habis mengatakan praktikal kan. Kalau kita contohnya keluar driving dan sebagainya kan, kita boleh zikir, kita baca, kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sampai drive, sampai nak sampai masjid, nanti balik masjid, kita sampai jalan baca dan sebagainya. Itu perkara yang praktikal kita boleh buat. Kerana bila kita isi hati kita dengan zikir kepada Allah Taala, nanti hati kita akan menjadi selama-lamanya jadi kuat, jadi cekal dalam menempuhi apa-apa saja cubaan dan cabaran kehidupan yang kita lalui. ولهذا بعض علماء النفس اليوم يعالجون أصحاب الأمراض النفسية والعصبية، من عندهم حالات نفسية ومن عندهم حالات نفسية عالجوها بالقرآن الكريم. هذا المريض النفسي، هذا المريض العصبي، هذا الذي عنده مرض نفسي، هذا الذي أصيب بالهم والغم والحزن والكآبة، ما الحل؟ بمجرد ما يسمع القرآن لمدة 10 دقائق ربع ساعة يقول لك أنا الآن حسيت بالراحة، حسيت بالطمأنينة، القلق النفسي والاضطراب العصبي كله ذهب منه بمجرد ما يسمع القرآن، لأن الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jadi di sini ada beberapa psikologis yang menggunakan cara terapi untuk orang yang kadang-kadang rasa terlalu sedih atau orang yang tertekan dan sebagainya. Terapinya adalah apa? Dengar Al-Quran. Tak lama, 10 minit cukup. Dengar, kemudian kesannya adalah apa? Orang itu akan berkurangan, turun sikit-sikit perasaan sedih, perasaan tertekan, dia akan turun sikit-sikit. Lalu itu digunakan sebagai satu cara untuk mengurangkan tekanan-tekanan yang ada. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang maksudnya bukankah dengan mengingati Allah Taala itu hati akan tenang? Jadi inilah di antara satu cara yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan hati. إذا اتصفت بهذه الصفات التي ذكرتها لك الآن آنفا سيثبت قلبك وستطمئن وستشعر بالراحة وستشعر بالسكينة. ما هو هذا الثبات؟ الثبات السكينة في زمن الضجيج والاستقرار أو اليقين في زمن الشك. الثبات، ما هو الثبات؟ الثبات السكينة في زمن الضجيج، في ذروة الضجيج قلبك هذا ساكن بغض النظر عن كل العواصف وكل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، لكنك أنت أخذت بأسباب السكينة فقلبك ساكن. ثم إن عندك صفة أخرى وهي صفة اليقين في زمن الشك. الشك الناس ربما يشك بعضهم بعضا، ربما الناس في هذا الزمن ربما يحقد بعضهم بعضا، الناس في هذا الزمن ربما يغتاب بعضهم بعضا، الناس في هذا الزمن ربما يرتبكون لكن أنت عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك، عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك، عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى مهما كانت الخطوب الله سبحانه وتعالى سيعطيك الخير وسيعطيك البركة حتى وإن كانت الأمور ربما صعبة وربما مستحيلة، ولكن ثقتك بالله وحسن ظنك بالله كبير إذا يحصل لك الخير. Jadi apabila kita menceritakan tadi semua beberapa cara untuk kita menetapkan hati kita dan sebagainya, lalu bagaimana kita nak tahu hati kita ni hati yang kuat, hati yang cekal, hati yang tetap, adalah melihat kesannya, iaitu kita mendapatkan ketenangan walaupun di luar sana penuh dengan kekecohan, penuh dengan kekacauan, tapi kita tenang. Kita rasa kita ini tidak terganggu dengan apa saja yang ada di luar sana. Iaitu pertama ketenangan. Dan yang kedua adalah sifat yakin. Ketika kita hidup dalam zaman yang penuh dengan syak,
zaman yang keliru, zaman yang kita pun tak tahu mana betul, mana salah, mana dan sebagainya, kita menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai keimanan yang mendalam, yang dia tahu tidaklah apa saja yang berlaku dalam kehidupannya, tidaklah berlaku apa saja dalam dunia ini kecuali itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang yakin dengan bahawa apa saja Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan rezeki kepadanya, yang akan menyelesaikan apa saja perkara-perkara yang dia lihat itu sebagai satu kekeliruan buat dia. ربما يعتقد كثير من الناس أن كثرة الأموال، عندما يملك الإنسان المال الكثير يعتقد أن هذه السعادة. يعتقد الإنسان عندما يكون عنده حساب بنكي كبير يعتقد أن هذه السعادة. لا والله، السعادة ليس في كثرة الأموال، السعادة ليس في كثرة الملايين، السعادة الحقيقية أن تكون سعيدا بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ماذا يقول؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة لا تأتي إلا بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. ربما كثير من الناس عندهم أموال كثيرة ولكنهم في حقيقة الأمر ليسوا سعداء، وربما كثير من الناس عندهم أموال قليلة ولكنهم في حقيقة الأمر يعتقدون أنهم أغنى الناس في هذه الحياة لأنهم راضون بما قسم الله لهم. فلا تعتقد أيها المسلم أن السعادة تستجلب بكثرة الأموال، لا، السعادة تستجلب بالعمل الصالح وباليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو الخالق، هو الباري وبيده كل شيء. Jadi di sini mungkin kita perlu perbetulkan beberapa kefahaman kita dalam kehidupan. Kadang-kadang kita mengingatkan bahawa kebahagiaan itu apabila mempunyai harta yang banyak. Tak semestinya harta yang banyak itu membawa kepada kebahagiaan. Kerana apa? Kerana kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan yang kita dapat merasakan ketenangannya dalam hati kita. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya barang siapa yang melakukan amal soleh daripada golongan lelaki dan perempuan itu, kami akan pasti menjadikan kehidupannya itu kehidupan yang baik. Jadi di sini yang mendatangkan kebahagiaan mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan adalah dengan melakukan amal soleh. Amal soleh itulah yang akan membuatkan hati kita ini bahagia. Bukan kita nak cakap bahawa duit ini tak penting dan sebagainya, tidak. Memang perlu ada dan sebagainya, tapi itu bukanlah menjadi matlamat kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita perlukannya dalam kehidupan, tidak ada masalah. Cuma ia bukan matlamat untuk mendapatkan kebahagiaan. Mungkin saja ada orang yang wangnya sedikit, hartanya sedikit, tapi dia rasa cukup, dia rasa redha dengan apa yang Allah berikan. Itu lebih membahagiakan dirinya daripada orang yang mempunyai banyak wang tapi kita tetap rasa tak cukup, dia tetap rasa ingin lebih lagi. Itu membuatkan dia itu tidak tenang dalam kehidupan.